كان يا مكان كان في راجل فقير على قد حاله. الراجل دوت كان عليه ندر، قال لو ربنا كرمني هذبح خروف. وفعلا ربنا بيكرمه، بس لما جه وقت تنفيذ الندر ما بقاش عارف يذبح خروف ويوزعه للفقراء ولا يذبح خروف ويعزم بيه اهل الحته بتاعته كلها. قعد يفكر كده متلخبط، قال انا لازم اروح اسال مولانا. راح لمولانا بتاع القريه، قال له يا مولانا انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، اذبح خروف واوزعه للفقراء ولا اذبح خروف واعزم عليه اهل حتتي؟ مولانا ابتسم كده، قال له بص انت راجل فقير على قد حالك وعندك عيال كتير وجحا اولى باللحم طوره، اذبح خروف واقعد كل فيه انت وعيالك 3 4 ايام، واللي يسالك عن الخروف قول له راح، اي حد يسالك عن الخروف قول له راح. الراجل انبسط جدا من الفتوى ديت، راح رايح فعلا ذبح الخروف كان ربعه وعشى عياله، وراح علق التلات ارباع الباقيين في حوش بيتهم. يروح مولانا يبعت ابنه ينط من سطح لسطح لغايه ما هوب ينزل على الحوش بتاع الراجل دوت، ياخد التلات ارباع ويسيب له العظم ويطير. الراجل صحي اتلخبط، ايه ده؟ فين الخروف؟ الخروف راح فين؟ راح طلع يجري على مولانا، قال له يا مولانا الحقني الخروف راح. قال له ايوه بالظبط كده، اي حد يسالك عن الخروف قول له راح.